بقى الجمال، حاجه ريحه وطعم يفتح النفس. طبعا لسه هندوق دلوقتي. صبيتين على بعض اهي، شايفين بقى الجمال والروايح. مساء الفل عليكم. النهارده بقى يا جماعه هعمل لكم ايه؟ هعمل لكم مخلل. بس تفتكروا بقى هعمل مخلل ايه؟ هعمل لكم مخلل صبيت. لو تفتكروا كنت عملت لكم قبل كده مخلل اخطبوط، النهارده بقى هنعمل مخلل صبيت. يلا بينا مع بعض. بصوا يا جماعه شكله، بصوا الصبيت الصغير، بص عامل ازاي، يعني ده كائن كامل اهو، راسه كله. يلا بقى نشوف هننضفه ازاي. ماشي يا جماعه، هوريكم تنضفوه ازاي، هو سهل جدا. هنخلع الراس وده كده الجسم، خلاص ده جاهز على بعضه زي ما هو تمام. الراس اهي هنعمل فيها حاجتين، وبصوا العين اهي، شايفين العين اهي واهي. هروح جايين من بعد العين على طول عشان ما تفرقعش ايه فينا، عشان فيها حبر. وخلي بالك عشان اهي، بص كيس الحبر اهو كان هيفرقع، شايفين ده بقى مليان حبر. بصوا عايزين تشوفوه برضه اهو اهو حبر تمام. هيفضل ايه الحته دي اللي فيها السنان بتاعت ايه الصبيط. السنان اهي بتبقى باينه من هنا اهي، هنروح جايين دايسين عليها من اي ناحيه من الناحيتين اهي. بقت ايه الرجلين، الحته اللي في الراس الحلوه على بعضها اهي. نكمل بقى الباقي كله بالشكل ده اهي. ادي يا جماعه الصبيط بعد ما نضفته وسلقته كده 10 دقايق في ميه بتغلي، شويه كمون كده عشان ايه الزفاره تطلع منه تمام. بس اتسلق بس ما بتعملش فيه حاجه. وغسلته بعد كده بميه ساقعه بعد ما اتسلق على طول. ادي بقى البرطمان، هنجيب ميه وهنجيب ملح وهنجيب شطه عشان اللون، وهنقلب الملح والشطه لحد ما يدوب. وهنجيب كوبايه صغيره خل. بعد كده بقى هنجيب قرن فلفل احمر حامي، شويه فلفل اخضر متقطعين برضو، انا بحبها سبايسي زي ما انت عايز. ده فلفل احمر متقطع، بحطه متقطع وكامل. فلفل شطه سوداني، طبعا هي هتبقى نار كده، انا بحبها سبايسي. كام عود كزبره خضراء، انا بحب احط اي حاجه فريش يعني. ورق لورا، ليمونه متقطعه سلايسز. هنحط كام عود زعتر فريش. وهنجيب الصبيط نبتدي ننزله. بص الالوان شكلها يفرح، بص من جوه والروايح فظيعه. ادي بقى هنكمل بميه. نقفل بقى ايه بطبقه، دي اهم نقطه، من زيت الزيتون او الزيت العادي. مهم الوش يبقى كله واخد طبقه زيت عشان ما يبص. الريحه طبعا فظيعه، ودي وصفه يوناني، يعني اليونانيين اول ناس خللوا الاخطبوط والصبيط والحاجات دي. هنستنى بقى حوالي 5-6 ايام عشان ناكله. هنقفله كويس ونشيله بقى بره التلاجة لو الجو حلو، جوه التلاجة لو الجو حر، ونرجع كمان 5-6 ايام. واخيرا بعد 5 ايام عملنا الصبيط المخلل. تعالوا بقى يا جماعه بصوا المقص عامل ازاي. تعالوا كده، طبعا ايه باين الزيت فوق. بصوا لو عملناه بقى كده نلخبط كله على بعض. الله ريحته فظيعه. بص كمان من جوه عامل ازاي، ريحته فظيعه. بص بقى احنا ده ليه بقى استخدامات كتير قوي. دي يا جماعه بقى كده ايه اهو، تطلعوه تعتبروا كده ايه اكنه صنف مخلل تمام. تحطه على السفره، او عندك مثلا عزومه سي فود او حاجه ريحه وطعم يفتح النفس. طبعا لسه هندوق دلوقتي، بس ايه اتفضلوا اتفرجوا. يلا بقى يا جماعه ايه ندوق مع بعض. ودي الراس، تحفه. تحس كده ان خدت طياره ورحت على اليونان. كان مخلل طعمه تحفه، وممكن بقى نعمل بيه سلطه. تعالوا اوريكم سلطه سريعه ممكن نعملها سواء بالصبيط المخلل او الاخطبوط المخلل اللي انا كنت عملته قبل كده. لو عايزين تشوفوا الفيديو بتاعه هتلاقوه موجود.
هنجيب طبق، نجيب شويه جرجير فريش، ننقي كده الورق. هنجيب بصل منقوع فيه سكر وسماق، ومحدش يسألني ليه، جرب بنفسك. ادي البصل اهو. هنجيب شوية شيري توميتوز، شوية تفاح اخضر من اللي هو الاخضر قوي ده اللي بيمزز، شايفين الجمال، وشوية توست محمص. الله على الجمال والروايح. وانزل بقى بالنجم يا معلم، السبيت المخلل. وعلى فكرة المية بتاعته دي عبارة عن مية مخلل وشوية زيت زيتون. بص زيت الزيتون باين اهو، ممكن ننزل بيها ايه. واضرب يا معلم ودايلي. بصوا الجمال، قرب، شايفين بقى الجمال والروايح. يلا بقى بسم الله نبدأ. نلخبط كده كله. ناخد واحدة سبيت مع واحدة توست، تفاح، شيري توميتو، شوية بصل على جرجير كده، ويلا بقى بسم الله. اللي ما بيحبش السلطة هيحبها. تعالوا تاني يلا. شوية جرجير على بصل، تفاح، شيري توميتو، الصبيط اهو، نسينا التوست. من احلى السلطات اللي هتدوها في حياتكم. لو عجبكم الفيديو ده وعايزين تشوفوا وصفات واختراعات كتير، اعمل لايك على الفيديو ودوس سبسكرايب عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. يلا باي باي.